انا عملت الماسك وتمام كل حاجه، وبعديها لقينا السمسم زرع في شعري. بالله. هبه عروسه يا جماعه، وطبعا في عرايس كتير جدا هيكونوا معانا على العيد، فقررنا ان احنا ندحلب هبه النهارده ونعرف ايه هي الغلطات اللي عملتها او بتعملها قبل فرحها. اول فقره معانا هتكون اسمها اسئله من جوه الصندوق. هبه بما ان فرحك قرب، فقولي لي بقى انت ايه نظام يومك وروتينك الفتره دي؟ انا بصحى من النوم يعني على قبل العصر كده بشويه، بتوضى واصلي واعمل معاهم الغدا. روتين بشرتي بقى ما بعملوش خالص. لا خالص، بغسل وشي بغسول الصراحه، وساعات بحط تونر. مفيش حاجه تانية؟ ممكن احط مويسترايزر بسيط يعني كل فين وفين كده، يعني لما احس ان بشرتي خلاص. انت مقتنعه ان ده كده روتين واحده قربت تتجوز؟ الصراحه لا. انت مصدوم. مش عارفه اجيب اسئله. السؤال اللي بعد كده، قولي لي يا هبه ايه هي الحاجات اللي انت ناويه تعمليها قبل الفرح وما عملتهاش في حياتك قبل كده بس هتعمليها علشان انت هتتجوزي؟ اخرج مع اصحابي اسهر بره. لا يا هبه مش للدرجه بقى. بصي ما اعرفش، بس هو ممكن يعني مش في دماغي حاجه معينه يعني، بس ممكن مثلا اعمل تريتمنت لشعري مثلا، ما عملتوش قبل كده مثلا، ما اعرفش. انتي رايك ايه؟ انا مش في دماغي اتجوز ولا حاجه. انت بقى الناس كلها بتفكر ان هي تعمل ليزر، اوكي. فهل انت عملتي ليزر اصلا ولا لا؟ لا بدات اعمل ليزر. طب في اي حاجه مشاكل او حسيتي مثلا في حاجه غريبه في الليزر ارتحتي له ما ارتحتلهوش؟ لا هو انا ارتحت له، هو الصراحه حاجه مريحه جدا، بس هو البشره بعديها بتبقى جافه فمحتاجه مويسترايزر كتير يعني. قوي بس يعني تنصحي اصلا البنات ان هم يعملوا ليزر؟ لا بنصحهم الصراحه بحاجه زي كده، لان دي حاجه حلوه جدا ومريحه، وبعد كده هتبقى مريحه ليكي بعدين يعني بصراحه. السؤال ده اه. مهم جدا. احكي لنا بقى على اكتر مصيبه عملتيها بقى شعرك لبشرتك لجسمك، وبسبب انك سمعتي ان حد بيقولك ان الموضوع ده كان حلو جدا معايا. هو في حاجات كتيره جدا، في شعري في الوشي وفي الجسم. انت عايزه ايه؟ الثلاثه. لا والله انا عايزه إيه؟ الثلاثه. يعني عندك في شعري اول حاجه مسكته مره قصيته، كان كحكه، قالوا لي قصيه كده فقصيته كحكه كامله، وكان يعتبر مفيش. انا عارفه حسيت بنغزه في قلبي يعني انا قصيته كحكه كامله. انا عندي كام سنه؟ تانية كليه، بس كان اكتئاب ما بعد الكورونا مش ما بعد الحمل، ما بعد الكورونا. دي حاجه. تاني حاجه كانوا في واحده قريبتي يعني قالت لي هاتي سمسم اطحنيه كويس، ايوه، وحطي معاه زيوت كذا نوع زيت، وحطيه ماسك على شعرك واغسليه. المهم ان انا عملت الماسك وتمام كل حاجه، والمفروض ان احنا كنا مسافرين الاقصر واسوان ساعتها. بعديها لقينا السمسم زرع في شعري. بالله. هو ما زرعش زرع، بس السمسم ما اتشالش اصلا من الشعر، فضل لازم. من ساعتها كل اللي يسالني ام سمسم، انت معروفه ام سمسم. خلاص بالظبط كده. خدتي قد ايه تطلعيه من شعرك؟ لا خدت وقت كتير جدا وميه سخنه بقى يعني. انا كمان سافرت الاقصر واسوان، قعدت يومين بعديها عماله بقى سمسم بشيل السمسم من الشعر. صعبه جدا. انا تخيلت هي اول ما قالت ان انا طحنت السمسم خلاص هو مش هيطلع. وبزيوت هو مش طالع. ايوه. بالنسبه بقى لبشرتي بحط ميك اب، فالميك اب زي ما انت شايفه كده في حاجات كده بتبقى باينه، بحط ميك اب كتير، وساعات ببقى حابه ان انا عايزه بقى اللي هو ناتشرال وما فيش اي حاجه، بس بحس نفسي اللي هو لا ازاي لازم احط ميك اب، فده مبوظ لي بشرتي يعني. وبالنسبه لجسمي لا الحمد لله يعني. الحمد لله يا رب، الحمد لله. حاطه فتره معينه هتبداي فيها استعدادك للفرح؟ لا والله يعني مثلا قولي شهرين قبلها 3 كده. انا قلت هعمل الصراحه يعني ايه فراكشنال ليزر او ديرما بين، حاجات كده اللي هي منجزه على طول يعني. كمان انت تعرفيش ان المفروض يبقى في روتين حتى لو هتعملي الحاجات دي؟ لا انا عارفه ان في روتين بعد الديرما بين، بس يعني بيقعد اسبوع او اسبوعين. مين ضحك عليكي وقال لك كده يا هبه؟ طب انت بتاكلي يا هبه اكل صحي علشان بقى انت هتتجوزي وعايزه يبقى عندك طاقه، او بتشربي ميه بقى عشان تهتمي بنفسك وكده ولا لا؟ لا اجازه. انا حاسه ان هبه خلصت كل الاسئله اللي حضرتك كاتباها. اخر سؤال معانا في فقرتنا دي يا هبه، ايه هي اكتر حاجه سمعتيها غريبه لتجهيزات الفرح للعرايس على السوشيال ميديا وكنت حاطه في دماغك انك عايزه تعمليها؟ ان هما البنات بيعملوا اهتمام بجسمهم كده وبشرتهم قبل الفرح، بس قبلها بيوم يعني. دي حاجه غريبه، اللي هو ليه قبلها بيوم؟ مثلا ما عندهم فتره ممكن يقدروا يعملوا فيها، ليه قبلها بيوم؟ بس هي حاجه صعبه يعني. دي اكتر غلطه البنات فعلا كلها بتقع فيها. برافو. انا حاسه ان هبه ما اتدحلبتش قوي، فيلا بينا على الفقره الثانيه عشان نعرف ندحلبها اكتر. يلا بينا. يلا هبه، في الفقره دي انا هسالك شويه اسئله، تمام؟ والحاجه اللي انت عملتيها او حصلت هتقولي عليها امين، والحاجه اللي ما حصلتش هتقولي عليها شمال ويمين، تمام؟ اوكي. السؤال الاول، هل ناويه تفردي شعرك قبل الفرح؟ امين ولا شمال ويمين؟ شمال ويمين. برافو. السؤال الثاني يا هبه، هل جربتي انك تفتحي جسمك او بشرتك ولما ما لقيتيش نتيجه سريعه وقفتي الروتين بتاعك؟ يمين ولا شمال ويمين؟ لا هو انا ما جربتش افتح جسمي، بس جربت مثلا حوار للبقع او كده، بس لما لقيت ان هي ما جابتش رحت شمال ويمين. يبقى امين بقى. يبقى امين. يعني انا كنت هقول لك السؤال ده انت مكبره دماغك وناويه انك تخلصي كل حاجه قبل الفرح باسبوع؟ لا والله مش قبلها باسبوع، بشهر ان شاء الله. اوكي امين. السؤال اللي بعد كده، هل عايزه تصبغي شعرك قبل الفرح؟ امين ولا شمال ويمين؟ لا شمال ويمين.
ما بحبش ملتزمة. السوا. لا ايوه ما بحبش السؤال اللي بعد كده ده سؤال مهم جدا جدا. ربنا يستر. هل انت بتشوفي اي اوفر على النت او اي منتج جديد بتجري تجيبيه على طول من غير ما تفكري ماشي بيك ولا لا؟ امين ولا شمال ويمين؟ امين. ناوي تعملي الموضوع ده قبل الفرح؟ شمال ويمين، لا عشان هجيب حاجات بقى يعني. كل يومين 3 بتدخلي المطبخ تعملي كده وصفه سحريه لبشرتك او لجسمك؟ لا أمين صراحه ولا صراحه شمال ويمين؟ انا اعترفي. هقول امين عشان انا بقالي اسبوعين بعمل حمام زيت لشعري. لا ماشي، بس ده كويس، قصدي بقى بس- وصفات المطبخ. وصفات المطبخ اللي هي ايه، اللي هو البن والسكر. لا امين برضو بعمل وصفات حلوه الصراحه. تحبي اقولها لك؟ لا شكرا. اخر سؤال بقى معانا فقرتنا دي، لو اتعرض عليكي ضمن باكج العروسه قبل الفرح انك تعملي تنظيف بشره في الكوافير ضمن باكج العروسه، هتعمليه ولا لا؟ لا مش امين. انا حاسه ان هبه صراحه بدات تدحلب كده شويه وانا حبيت الموضوع قوي، فيلا بينا على الفقره الثالثه. هبه انا في أيوة. الفقره دي هحاول احلبك اكتر بشويه اسئله اختبر بيها سرعه بديهتك، وكل سؤال قدامك فيه 10 ثواني انك تجاوبيه بصح او غلط. تمام؟ اوكي. وعايزه اقول لك ان انا في الفقره دي هديكي ريتنج تقييمات على كل سؤال انت جاوبتيه على حسب اجابتك، هو ده الريتنج اللي معانا. اول سؤال معانا، الحنه للجسم المفروض تتعمل قبل الفرح بليله او بليلتين، صح ولا غلط؟ الرسمه اللي على الرسمة، الجسم لا قبلها بيوم او ليلتين، صح ان شاء الله 100 سالب 100. السؤال الثاني، التقشير باحماض الفواكه من الحاجات الحلوه جدا للجسم ولازم تتعمل في البيت قبل الفرح، صح ولا غلط؟ لا غلط، شفت كذا ريفيو حاجات وحشه ليها يعني بصراحه، فلا غلط. اعطيله 100. قبل الفرح انا لازم اقشر جسمي وبشرتي كل يوم، صح ولا غلط؟ لا ممكن مثلا قبل الفرح بشهرين نبتدي نعمل اللي هي الباكج بتاعت تقشير الجسم كل مره واحده. غلط. لا مبسوطه منك قوي، مبسوطه منها قوي يا جماعه، 10 كمان. اخر سؤال معانا فقرتنا دي، هل الشيفنج غلط للبشره وللجسم وبيطلع شعر خشن وما ينفعش احنا نستخدمه، صح ولا غلط؟ لا صح. بالنسبه لي الشيفنج للوش مش للشعر. مش ايه مش الشيفنج للوش هي غلط، بس للجسم لا. انت ايه رايك؟ ايه طيب اديكي 5 وده ليه؟ لسبب بسيط، الشيفنج للجسم أيوة. وللوش زي بعض عادي جدا، اصلا مفيش اي مشكله احنا شيفنج لبشرتنا الا في حاله واحده، لو انت كان عندك شعر بشرتك خشن او غامق. دلوقتي انت يا هبه ايوه يعني اتدحلتي معانا بنسبه كبيره جدا، فخلينا ندخل على اخر فقره معانا، دي تمام. فقره روتين وفزوره. انت المفروض كسبتي معانا البوكس ده، بس الشرط الوحيد انك تاخديه تجاوبي على الاسئله اللي انا هقول لك عليها دلوقتي في اقل من دقيقه. مستعده؟ مستعده. يلا بينا. بصي يا هبه، البوكس ده فيه 3 منتجات، اوكي تمام؟ منتج فيهم المفروض احنا بنستخدمه للبشره، هتقولي لي هو بنستخدمه كام مره في الاسبوع ولا في الشهر ولا في اليوم ده، وبنستخدمه ليه. ممكن بس تشغلي التايمر؟ اوكي ممكن اللي هو البيلينج استخدمه مثلا مره في الاسبوع عشان يقشر البشره. برافو يا هبه. تاني منتج المفروض موجود معاكي في البوكس هو حاجه المفروض ان احنا ما نستخدمهاش قبل الفرح بمده، فايه هو وايه هي المده؟ ريتينول. ايوه تمام، بس المده ما اعرفهاش، فاحنا ممكن قبلها بشهر مثلا. يعني نقول 3 شهور، اي مشتقات فيتامين الف. تمام. ماشي. اخر منتج معاكي ده قولي لنا بتاع ايه ومفروض نستخدمه قد ايه علشان نلاقي منه نتيجه. اوكي ده لايتنينج كريم، بيفتح وكده، فاحنا ممكن نستخدمه قبلها بفتره علشان خاطر يعني يدينا نتيجه حلوه قبل الفرح. الفتره دي قد ايه؟ 6 شهور مثلا. برافو. قفوله يا جماعه، معلش ممتازه. للاسف يا هبه مضطره اقول لك انك كسبتي بجد البوكس وبجداره. مبروك عليكي. الله يبارك فيك، ميرسي منك بجد. مبسوطه معاكي. انا كمان. بس كده تمام. بما ان هبه جاوبت صح على اسئله الروتين، فجا دوركم دلوقتي يا جماعه ان انتوا تتحدوها وتجاوبوا صح على الفزوره. تعالوا بقى كده نلم كل الاخطاء اللي انتوا بتعملوها بتدمروا بيها حرفيا نفسكم قبل فرحكم، وايه هو افضل روتين في كل حاجه وامتى تبداوه. ارفعوا بقى ايديكم دلوقتي وهسالكم شويه اسئله، هتنزلوا صباع على كل حاجه غلط انتوا بتعملوها او كنتوا ناويين تعملوها او حاسين ان هي غلط والمفروض ان هي ما تتعملش. نزلي صباعك لو كنت فعلا ناويه تبداي تستخدمي منتجات جديده قبل الفرح باسبوع او بشهر، مش اكتر من كده. المفروض في الطبيعي ان احنا بنستخدم المنتجات الجديده مش اقل من 3 شهور قبل فرحنا ايا كان المنتج الجديد، طول ما احنا ما جربناهوش قبل كده، علشان احنا مش عارفين لسه رد فعل بشرتنا او شعرنا هيكون ليها ايه. فلو لا قدر الله مثلا استخدمنا مرطب ولقينا المرطب ده طلع لنا حبوب، هيبقى عندنا وقت كافي ان احنا نلحق ان احنا نعالجه. غير كده احنا بنكون حاطين نفسنا في ريسك مش حلو، قصاد كمان ان احنا بنكون متوترين او مضغوطين او ايا كانت المشكله اللي عندنا، فده بيزود عندنا اصلا ان بشرتنا بتكون مرهقه جدا في الفتره دي. نزلي صباعك لو انت كنت ناويه تفردي او تصبغي شعرك قبل فرحك، وطبعا انا مش هشرح ده المفروض غلط ليه. ولو انت فعلا ناويه خلاص الموضوع دخل جوه دماغك، اهم حاجه ما تعمليش الفرد والصبغه في نفس اليوم او في نفس الفتره، على الاقل الفرق ما بينهم يكون شهر. نزلي صباعك لو كنت ناويه تجيبي احماض الفواكه علشان تقشري بيها جسمك او بشرتك اللي موجود اعلاناتها وماليه السوشيال ميديا قبل فرحك على طول، عشان سمعتي من صاحبتك ان هي فعلا كويسه. احماض الفواكه يا جماعه من الحاجات اللي فعلا
كارثه، وخصوصا اللي هي موجوده على السوشيال ميديا، احنا مش عارفين تركيزاتها ومش عارفين المواد اللي فيها ايه، بلس ان الحاجات دي كلها المفروض بتستخدم في عيادات، احنا ما بنستخدمهاش لوحدنا في البيت. فاعترفي وقولي هل انت كنت ناويه تعملي الموضوع ده ولا لا. نزلي صباعك بقى لو كنت ناويه انك تعملي حنه اللي هي الليله اللي قبل الفرح او قبلها بيومين شبه ما هبه قالت، وكانت دي بالنسبه لك اول مره تعملي فيها حنه. الحنه يا جماعه اللي هي بتكون الرسم على الجسم، دي بتكون فيها موجود فيها ميه اكسجين، وفي بعض الناس بتتحسس للموضوع ده، وفي بعض الناس اصلا بتتحسس للحنه كحنه ذات نفسها. فلو احنا هنعمل حنه اول مره في حياتنا كلها، ارجوكم بلاش ان انتوا تعملوها قبل فرحكم على طول، علشان ما يظهر لكمش الشكل اللي قدامكم ده في الشاشه وترجعوا ان انتوا تندموا. الحنه ساعات بتعمل حساسيه، والحساسيه دي بتاخد وقت كبير فوق ما تتخيلوا قبل ما تروح. انا كان بيدخلي ناس يا جماعه في الصيدليه رسمه الحنه موجوده في ايديهم كحرق، والله العظيم شبه الصوره اللي موجوده دي صوره حقيقيه انا شفتها بعينيا. نزلي بقى صباعك لو كنت ناويه تعملي تنظيف البشره ضمن باكج العروسه اللي بيكون موجود في الكوافير. عايزه اقول لكم ان ده اكتر حاجه غلط ممكن تعمليها قبل فرحك. ليه؟ الباكج بتاع العروسه ده بيكون دايما عليه اوفرز، تمام؟ ولما انت بتروحي تعمليه هم مش بيكونوا مهتمين قوي بفكره التنظيف، هم مهتمين ان هم يحسسوكي ان هم عاملين لك خدمات كتير جدا في الكوافير. فاللي بيحصل ان الحد اللي بيعمل لك تنظيف البشره ده مش بيكون متخصص، فبتلاقي للاسف ان بشرتك بعد الجلسه دي احمرت او بقى فيها بقع او طلع لك كدمات بسبب ان هم بيعملوه بطريقه بتكون عنيفه شويه، هم عايزين يخلصوا، ويعني ممكن الا من رحم ربي، بس في اغلب الاماكن بيكون نفس الفكره. فبالتالي لو انت ناويه تعملي تنظيف بشره فعلا قبل فرحك، احجزي ده باكج مختلف ويكون في عياده مع حد فاهم ازاي يتعامل مع نوع البشره، لان مش كل الناس اللي بتعمل تنظيف البشره فاهمه الموضوع ده. نزلي بقى صباعك لو انت كنت ناويه تستخدمي منتجات تفتح بشرتك او جسمك قبل فرحك بشهر بالكتير قوي 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 شهرين. انا دايما بقول لكم التفتيح بياخد معانا من 3 ل 6 شهور، فلو انت فاكره انك في الشهر الاخير اللي قبل الفرح انت هتقدري تفتحي اي مكان غامق عندك في جسمك او بشرتك، فاعرفي انك كده غلطانه، وصدقيني انت كده بتحطي نفسك في ضغط كبير جدا ملهوش اي لازمه. نزلي صباعك لو انت كنت ناويه تعملي ليزر لجسمك قبل فرحك بتقريبا 3 شهور مش اكتر من كده. الليزر عامه عشان تبداي انك تلاقي منه نتيجه قبل فرحك وتبقي فعلا مبسوطه لازم تبداي قبل فرحك مش اقل من سنه، والافضل كمان سنه ونص. لكن حوار انك تبداي ليزر ده فجاه تكتشفي انك هتتجوزي فتبدايه قبلها بشهرين او 3 مش هيكون بالنسبه لك الحاجه المستحقيه انك تدفعي فيها الفلوس وتضغطي نفسك في عدد الجلسات دي، انك برضه هتتجوزي ما وصلتيش للنتيجه اللي انت فعلا محتاجاها. نزلي بقى صباعك لو انت فعلا فرحك قرب وحاسه انك متوتره ومخنوقه وشايفه انك في حاجات كتير جدا عايزه انك تفتحيها وتفرديها. وحاولي بقى الحته دي يا جماعه، انا اقول لكم ان احنا مش مستاهل كل الكلام ده خالص، احنا حلوين والله العظيم بجد، احنا حلوين بطبيعتنا. احنا لو هنعمل حاجه فاحنا بنعملها عشان نفسنا، مش مجرد احنا بنعملها عشان بس هنتجوز. فانا دايما بحب فكره ان انا بهتم بنفسي بصفه عامه، مش ان انا بهتم بنفسي عشان حاجه معينه. التوتر اللي احنا بنبقى فيه قبل فتره الفرح او قبل اي حاجه مهمه في حياتنا، امتحانات وغيره، ده بيأثر على شعرنا وبشرتنا بالسلب. فاي حاجه انت هتعمليها علشان تصلحي مثلا مشكله حبوب، تعالجي مشكله تساقط، مع التوتر والاسترس الشديد ده للاسف هتبقى المشكله ما بتتحلش، ويمكن كمان تسوء اكتر. عايزاكم بقى دلوقتي تعترفوا وتقولوا لي في الكومنتات عملتوا او هتعملوا او بتعملوا كام حاجه غلط من ال8 حاجات دول. وحان الان موعد الفزوره، وعشان تكسبوا بوكس شبه ده فانتوا محتاجين انتوا تجاوبوا على الفزوره دي صح في الكومنتات، وهتلاقوا اجابتها جوه الفيديو، وباقي بقى شروط المسابقه هتلاقوها في الفيديوهات اللي فاتت، وهتلاقوها في البوستات، وهتلاقوها في كل مكان. قولوا لي بقى في الكومنتات سببين ما ينفعش ان احنا نعمل عشانهم حنه قبل الفرح بيوم او بيومين، ويا ترى بقى الغلطه الجايه هتكون ايه؟ ما تشيلوش هم حاجه، اغلطوا وانا اصلح.